اهلا بيكم. حاجه بتحصل مع بايكرز كتير جدا وهم سايقين وللاسف بيتخضوا، او مثلا شفت ليها فيديوهات كتير جدا بتبص تلاقي مره واحده كده، او يعني مره واحده والبايك ماشي بس تلاقي في حاجه اسمها وابل ديث او تانك سليب او راسة الموت او رعشه الجدون. اسامي كتير جدا بس في موقف بيخض. لو انت على البايك فعلا وحصل معاك الموقف ده انت بتتخض، هو ايه اللي بيحصل دوت. طبعا دي مشكله كبيره جدا لو انت ما قدرتش تسيطر على البايك بتاعك، لان لا قدر الله هتلحس الاسفلت. طيب ايه هو الوابل ديث؟ ايه هو التانك سليب؟ او ايه هي رعشه الموت او رأسة الموت؟ دي وانت ماشي بتبص تلاقي مره واحده الجدون بيغني. طيب ايه اسباب الموضوع دوت؟ الموضوع ده مدوخ ناس كتير جدا، هو له كذا سبب، بس انت عشان توصل للمشكله اللي عندك، لان كل واحد بيختلف المشكله من عنده للاخر، يعني كل واحد او كل موتوسيكل في مشكله ممكن هي اللي توصله لده، بس مش لازم يبقى كل المشاكل هي حاجه واحده. بس اول حاجه بنبدا بيها تشيك الكاوتش. هل الكاوتش بتاعك كويس؟ هل الكاوتش سليم؟ هل انت مرصصه؟ طيب هل الطريق اللي انا ماشي عليه هل الطريق كويس؟ يعني الطريق نفسه ما فيهوش تعرجات ان هي تخلي الهاند بار يلعب معايا؟ تمام، دي حاجه اساسيه ممكن اعرفها. ما ممكن يلعب معايا بسبب الارض وانا الكاوتش عندي والموتوسيكل سليم. رمان البلي بتاع الكاوتش، تمام، رمان البلي بتاع الرينج نفسه بتاع الجنط، تمام. المساعدين عندي سليمه. يعني ايه المساعدين عندي سليمه؟ ما عنديش تسريب زيت، المساعد مش خفيف، ضغط الزيت فيه مظبوط. الزور عندي البلي الزور نفسه، تمام، ده اللي هو الستيرنج بتاعي بيبقى بلي الزور بتاعه بايظ، فبيبدا يعمل بوش كوك لقدام ورا كده. ورا صعد الباك بقى جديد، مركب شنط جنيه ومركب شنطه ورا. هل انا مركب حاطط احمال ورايا على البايك؟ انا لما مركب حمل ورا هتلاقي الموتوسيكل مرفوع فهيبدا البايك يلعب، تمام. طيب لازم اتشيك واحده واحده، امشي زي ما بيقولوا كده، بمشي 1 2 3، امشي بترتيب من اول الارض لحد فوق، وانا قدام كله سليم ابدا ابص ورا. ممكن ورا الفرده ما تبقاش كويسه تعمل لي قدام واقف، طبعا تقدر تعملها كده، تمام. الرفع بيرفع وبيجي ينزل على الارض ما ينزلش صح، تمام، ما بينزلش صح هيلعب معايا، هيعمل وابل بس هيعمل المشكله دي. زياده البنزين مره واحده ممكن تعمل برجله لو انا مش ظابط البايك بتاعي، يعني البايك بتاعي مايل سنه وزودت بنزين مره واحده البايك هيلعب بيا ده اكيد، تمام. طيب لو حصلت المشكله دي بقى اعمل ايه؟ يعني انا دلوقتي ماشي على الطريق وحصل معايا المشكله دي، اعمل ايه؟ اول حاجه لازم اعملها ما تخضش. ضروري جدا ان انت تحاول تمسك اعصابك قدر امكانك، لان طبعا المفاجاه بيبقى لها عنصر كبير. طيب انا دلوقتي اول حاجه لازم اعملها لازم امسك البايك بتاعي كويس، لازم امسك الهاندل بار كويس، بس ما تشيلش ايدي على الهاندل بار، تمام، لان لو شفت على الهاندل بار